رمضان كريم. اولا بس السؤال ده عشان اللي مش فاهم يبقى فاهم. اخونا ده كان معلق انا على فيديو لحد بالنسبه للجنسيه، بالنسبه للناس اللي قدمت على المانيفستو اللي هي تعديل الوضع. فعلى الجنسيه هل محسوبه ولا مش محسوبه؟ انا قدمت على المانيفستو وجيت عشان اعدل وضعي، وانا بعدل وضعي لسه ما خدتش اقامه، تمام؟ طيب، ولكن انا بدات اشتغل وبدات ادفع ضرائب. من اول ما بدات اشتغل وادفع ضرائب انا بقدر اثبت ده للدوله ان انا راجل بدفع ضرائب وانا لسه ما خدتش الاقامه. طب لما باخد انا العد بقى اللي هو بيتحسب لي ده من الجنسيه، بيتحسب لي من اول ما بدات ادفع ضرائب. يعني انا مثلا قدمت على المانيفستو النهارده مثلا، تمام؟ اشتغلت بعد 3 شهور وبدات ادفع ضرائب للدوله بعد 3 شهور، يبقى من بعد 3 شهور تحسب. المحامي بقى تيجي تقول لي انا رحت لمحامي، انا سالت محامي، احنا شغالين اصلا مع محاميين، فانت بيثبت ان انت بتدفع ضرائب للدوله ومحسوبه لك لحد ما تاخد كارت الاقامه.